وجودكم كالمطر بعد العطش وكالنور بعد الغيوم. كلماتكم تفرح وفعلكم يسند ونيتكم أنقى من الندى. ربي يجعل دروبكم معمرة بالخير ويخلي المحبة بيناتنا عامرة. كل خبز والملح ما تتفارقش لا بالوقت ولا بالمسافة. أهلا بكم أحباباتي خياتي في المطبخ الغيزاني. بغيت نشكر أي واحد دعمني الخطرة اللي فاتت بتعليق بجانب بمشاركة. الله يحفظكم والله فرحتوني والله يدخل الفرحة على قلوبكم كما فرحتوني. اليوم جبت لكم وصفة هايلة من تراثنا القديم، الكسكس ولا كما تسموه حنايا الطعام بطريقتين مختلفتين. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. نبداو عندنا عندنا حنايا الحمص تاعنا نقعته ليله كامله. جبت التوابل تاعي المعتاده، مغرفه صغيره كرويه، فلفل احمر، سكر كبير والكركم والملح. وبعد جبت لكم هنايا نص من الفخذ تاعي اللحم تاع الدانت. اللي ما عندهاش اللحم تاع الدانت تجيب اللحم تاع الدجاج. جبت لكم مغرفه صغيره طماطم مصبره، الزيت، والطعام تاعنا هذا الطعام جماعه الخير مفتول. وبعد جبت لكم زوج حبه طماطم كبار. ومن بعد زدت لكم اللوبيا الخضراء، حبه بصل كبيره، الزروديه 4 حبات، الكابويه مقشره ومنكيه غايه الغايه، وحبه كبيره بطاطا. جبت لكم الكرافس والقزبر. اللي ما عندهاش الكرافس تجيب المعدنوس، اللي ما عندهاش القزبر تجيب الكرافس. انتوما واش عندكم؟ بسم الله. جبت القصعه تاعي حطيت فيها الطعام المفتول. اللي تسقسيني على الطعام المفتول ناس بكري يفهموني. الطعام المفتول هذه تفت لها المراه بكري كانت تفتل، دروك راهم يشرو الطعام المفتول. بين الفرق بينه وبين الطعام المشي، يعني الطعام المفتول نقوي فيه الماء كما راكم تشوفوا درت طاوه كامله، بصح الطعام المشي لا ما تقويش فيه الماء. هنا راني نغسل فيه، صفيتو غايه الغايه. ماناش حابين زعما من ياكلوا الرجال اللي يشوفوا شعره ولا كاش حاجه. صفيتو من الماء كيما كي تشوفي غير بشويه. وحطيته في الكسكاس. حطيته في الكسكاس باه يقطر من الماء وفي نفس الوقت خليه ينشف غير بشويه. ما تخليه حبه لانه الحبه هذيك اللي تبقى في القصعه ربي يحاسبني عليها. ونروح نوجد المرق تاعنا تاع الطعام. نجيب الحبه تاعي الكبيره تاع البصل، نقطعها سواء قطعه صغيره قطعه كبيره كما تحبي. هي في نهايه المطاف غادي تطيب في المرقه، غادي تتدبل. يعني قطعي غير بشويه حزيت تجرحي يدك. نروح انايا للخضره تاعي اللي هي الزروديه، نقطعها شرائح، نقسمها زوج قسمات كما راكي تشوفي. قطعتها بين زوج وانتي قطعيها كيما تبغي. انا قطعتها هكاك غير بشويه حبه مور اختها. ومن بعد جبت الكابويه تاعي راني نقطع فيها كما راكي تشوفي، قسمتها بين زوج. ومن بعد رحت للبطاطا تاعي حبه برك، وقطعتها قسمتها بين زوج، قطعتها شرائح اكبر. ورحت انايا للوبيا تاعي الخضراء وقسمتها. راكم تلاحظوا باللي الخضره تاعي اللي قطعتها كان تقطيع الكبير، يعني لانه غادي تطيب في المرقه يعني في نهايه. سانتي قطعيها صغير كيما تحبي. ورحت للزوج الحبات تاع الطماطم تاعي وقطعتهم قطع صغيره شرائح كما راكم تشوفوا غير بشويه. وجبت القدرة تاعي حطيتها على نار هادية، سكبت زوج مغارف كبار زيت. جبت البصل تاعنا المقطع ونبدا ندبله. ركزوا لي عند النار الهاديه، هذه نقولها في كل فيديو، النار الهاديه ماناش حابين البصل ينحرق. ومن بعد نحركه مليح مليح باه ما يلصقليش وما ينحرقليش. راكم تشوفوا الدبل هذا هو الشكل تاعه، يعني حتى يطيب. زدت انايا الطماطم تاعي المقطعين حتى يتبل. وزدت الفخذ تاعي تعدنت وبديت نحرك. زدت التوابل التاعي، الفلفل، الكركم، الكرويه، الملح،
وخليتهم. النار تاعي راهي مازال هادي يا جماعه. زدت المغرف الكبيره تاع الطماطم المصبره، وزدت الحمص المنقوع اللي نقعته البارح في الماء ليله كامله. زدت الزروديه تاعي ونحركهم غير بشويه. بقات لي دوكا اللوبيا نزيد اللوبيا الخضراء تاعي مقطعه، غير بشويه حبه مورا اختها. زدت الحشيش تاعي اللي هو الكرافس والقزبر. كما قلت لكم ما عندكش ديري الحاجه اللي راهي متوفره في دارك، ماشي شرط ديري كيما انا. زدت الماء هنايا نبدا غير نزيد حتى نغطيه كامل حتى تحيه ما تولي تبان. راكم تشوفوا زدت طاوه على حسب القدره تاعي، يعني انتي على حسب القدره اللي راكي بطيبي فيها. وزدت الطاوه الزوجه كما راكم تشوفوا تقابت لي زوج طاوات كبار حتى تغطاو كامل، وحركتهم دخلتهم فيما بعضهم. هذاك الحشيش تاني دخلته، وغطيته وخليته نغطيه ونخليه يطيب. نعاود نرجع للطعام تاعنا. نشف، نحط القصعه، نحطها في القصعه، هذيك القصعه نحطها في الكسكاس بعد ما ينشف ونفوره. التفويره كيفاش غادي نجيب قدره معمره ماء، هذاك الماء يكون حامي يبدا يطيب، وبعد نحط فوقها الكسكاس نحطه فوق القدره. نجيب كيما راكم تقولوا ما على باليش نتوما كيف تسموها عندكم، احنا نسموها الغلاقه، اللي هي قطعه من القماش صغيره تكون طويله تشبه تاع القردون وكاع، ونلويها على الكسكاس باه اطفر غايه الغايه. نرجع للمرق تاعي تاع الطعام، نزيد فوقه الخضره تاعي الباقيه اللي هي البطاطا والكابويا، ولها وعاود ترجعت للطعام تاعي بعد ما تفور غايه الغايه. هو سخون، نزيد انا عليه مغرفه صغيره تاع ملح، ونجيب الماء دافي ونرشه عليه، نسقيه بالماء دافي ونقطره غايه الغايه ونخليه ينشف. على مرة من الجهة الأخرى نجيب أنايا غرفية تاعي نزيد فيها الماء دافي ومغرفة كبيرة الزيت. دوك تفهموا دروك اش غادي ندير به. نعاود نرجع للطعام تاعنا اللي درته ساعتين في الكسكاس، ما فورتوش، حطيته مباشرة في القصعة تاعي وزدت المرق. زدت هذه اللي خلطتها دروك كما كنتوا تشوفوا. نبدا نسقي فيه غير بشويه، ما نسقيش كامل، مانيش حابه نغرقه انايا بالماء، غير بشويه ونحشي يديا باه نوراه سخون كما راكم تشوفوا، باه يديا ما ينحرقوش. ونزيدها هذه عندها فايده ثاني، غير بشويه غير بشويه. طعام المشي ماشي بنفس الطريقه، طعام المشي تختلف، تقويش فيه الماء. ومن بعد نبدا نزيده في الكسكس غير بشويه. ومن بعد حطيته. نجيب الدهان تاعي، نعاودها بالدهان غير بشويه. نسي ندخل الدهان بين الطعام، لا الكسكس، احنا نسموه عندنا الطعام، كل واحد وكيفاش يسميه. غير بشويه، ما نخليهش يتكور، لازم نتاكد باللي الدهان دخل كاع، ماشي نخدم جهه ونخلي جهه. معناش حابين الطعام ما يخرجش مقاد، لازم يخرج مقاد. غير بشويه، ومن بعد نديره يفور التفويره الزوجه. سما فورتها تفويره واحده وزدت هذه التفويره الزوجه. التفويره الزوجه راهو حامي كما راكم تشوفوا، شوفوا الدخان كي راهو يخرج منه الفوار. ومن بعد جبت انايا مغرف كبيره دهان وبديت نحرك فيه
المغرف مانيش حابه نحرق يديا، ماناش حابين احنا ما نطيقوش على الحامي، سما بديت غير نخلط غير بالمغرف غير بشويه حتى نتاكد باللي خلاص الدهان داب كاع من بيناته. هنايا السر تاع البنه تاعنا. يا اخي هذا هو وقت الرمان، علاه ما نستغلوش الرمان ونديروه في الطعام. جبت لكم الرمان ودخلته في الطعام وبديت نحرك فيه حتى تاكدت باللي الرمان دخل كاع في الطعام تاعنا. وهذه هي الطريقه تاعنا تاع الطعام الكسكس بالرمان. الكسكس فاكهة الرمان، ونهار اللي يجي العنب باين نديروه في العنب. وهذه طريقة الزوجة تحبوا ديريه بالرمان، وهنايا درته انايا بلا رمان بالخضرة وفوقه اللحم. جبت هذه هي المرقه تاعنا اللي كنت ساعيتنا نطيب فيها. شوفوا الله يبارك كي راهي حمراء، وشوفوا البن تاعنا. ولا تحبوا ديروا الرايب الله يبارك الله يبارك كي راهي مقاده ما شاء الله. ما تنساوش جماعة الخير تدعموني بتعليق بجام كومنتير شهية طيبة وتاكلوا بالصحة والهنا.